هنبدأ مع بعض النهارده نتعامل مع الstate في الwidget اللي اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو معين، بس نبني بقى النهارده مشروع بسيط. المشروع ده عبارة عن counter أو عداد، زرار بيزود قيمته أو بيخلي قيمته مصفرة. تعالى نبني مع بعض الapplication. أول حاجة نبني الmain app، نسميه class my app. طيب علشان نقدر نبني الكلاس اللي هيبدأ يتعامل مع حالة متغيرة اللي هي الstateful widget، فالكلاس نفسه هنخليه stateful widget. فنكتب هنا s بدل ايه الstateless هنخليه stateful widget، وهنسميه my app زي الابلكيشن بتاعنا اللي مسمينه فوق. طيب تمام، علشان نتست الابلكيشن تعالى الأول نبنيه أي حاجة صغيرة كده عشان نعمل تيست ونشغل الابلكيشن. في الريتيرن عايزين نبني بقى ايه الشاشة اللي هيحط فيها الحاجات. أنا هحط فيها مثلا زرار، أحط فيها عداد، أحط فيها رقم بيتغير. أول حاجة بنعملها اللي هي scaffold. السكافولد هتكون جواها ايه البادي اللي هو الهيكل بتاع اللي جوه. خلينا مثلا نعمل حاجة بسيطة، سنتر جواها تكست صغيرة، نحط نص صغير جواها نسميه تيست، عشان بس نرن الابلكيشن ونشوفه شغال ولا لا. وندوس على رن. طبعا الابلكيشن بالكامل من غير اي مونتاج، علشان لو في اي مشاكل واجهتنا انا هنا هنحلها مع بعض، عشان لو واجهتك انت كمان تلاقي حل سريع ليها. شوف الديباجنج هنا تمام، ران جرادل. تمام، بيلد اب. الابلكيشن اشتغل معانا اهو. هنشوف بقى هل هيظهر في النص كلمة تكست اللي انا كاتبها هنا ولا لا. تمام، ظهرت مشكلة. ايه المشكلة بقى؟ في مشكلة كبيرة جدا ظهرت، انا ما خدتش بالي منها. هو هنا بيقول لك ايه، انت عندك السكافولد ماشي هي اللي بتبني الصفحة كلها، بس عندك حاجة أساسية اللي هي بتدي صلاحية للسكافولد إن هي تتبني من الأساس، اللي هي إيه بقى؟ أنا ما ينفعش أبني الستيتفول مرة واحدة كده، لا، أنا عايز أبني قبلها على طول كلاس stateless widget أسميه برضو my app. هيرن إيه بقى؟ هيشغل إيه؟ هيشغل material app. material app دي الحاجات كلها اللي أنا هبنيها موجودة جواها، فلازم أنا أبنيها الأول عشان أستخرج منها كل حاجة أنا عايزها. منهم طبعا السكافولد والستيتلس ويدجت والستيتفول ويدجت. طيب الماتيريال اب ايه الحاجه اللي جواها بقى اللي انا هبنيها؟ هتبقى موجوده في الهوم. بقول له الهوم هنا الحاجه اللي انا هبنيها هو كلاس اسمه مثلا هوم. طيب انا عايز ابني بقى الابلكيشن بتاعي، يبقى ابنيه في ستيتفول مختلفه، كلاس مختلف، هسميه ستيتفول ويدجت. هنا بدل اسميه هوم. يبقى احنا هنا عملنا ايه باختصار؟ اول حاجه بنينا ستيتلس ويدجت دي، حطينا جواها شغلنا فيها الماتيريال اب. الماتيريال اب اللي بيخلينا نستخدم كل الحاجات اللي في فلاتر. طيب بعدين بقى شغلنا الهوم دي، معناها ان دي اول شاشه هتظهر معانا في الابلكيشن، اللي هي الهوم، السكرين بتاعت الهوم اللي هيكون موجود فيها الحاجات. طب عايزين نبني الهوم، جينا هنا الهوم علشان نبنيها. بنيناها ازاي؟ بنيناها بستيتفول ويدجت لان هي هتتغير. طب تعالى بقى هنا رن في الهوم السكرين الاولى. هنرن فيها ايه؟ اول حاجه عايزين نبني الشاشه اللي هيكون فيها الايقونات والحاجات. فنكتب سكافولد بادي. ايه البادي؟ هيتكون من ايه السكرين بتاعتي؟ هيتكون من سنتر، في النص كده هنحط تكست هنسميه تيست اب، ونعمل ريستارت للابلكيشن. ممتاز ممتاز، برافو، اشتغل معايا الابلكيشن. طيب تعالى بقى نبني الحاجات بتاعتنا كلها. تعالى نشيل السنتر دي. جوه البادي عايزين نعمل ايه؟ نحط حاجات تحت بعض. هي مثلا هنحط الزرار بدل ما نحط الكلمه، بدل ما نحط تعريف للزرار ده. فالحاجات اللي تحت بعض دي اسمها
كولوم، نبني كولوم عشان نحط حاجات كتير. كولوم ده جوه children يعني حاجات مختلفة كتير. تعالى نرفاكتور الكود. تمام rename. save. تمام. جوه الchildren عايزين نحط زرار ونحط رقم بيتغير على حسب الزرار. نحط زرارين، زرار بيزود القيمة وزرار بيحذف القيمة يخليها صفر. طب تعالى الأول نبني إيه؟ نبني الرقم. فنخلي فيه تكست. التكست ده المفروض يكون جواه الرقم، مثلا احنا مش هينفع نخليه 0 5. عايزين نعمل إيه؟ عايزين نعمل متغير. المتغير ده هو اللي بيتغير قيمته، فبالتالي عايزين نعمل متغير مش ثابت نحطه جوه التكست فقط. هنعمل إيه هنا؟ هنيجي في الكلاس بتاعي اللي هو الهوم، ونعمل هنا int متغير نسميه counter. counter بيساوي صفر. الحالة الأولى بتاعته بتساوي صفر، أنا مش عايز يساوي أكتر من كده لأن أنا هغير في قيمته. فهاجي في التكست هنا وهكتب مثلا المتغير بتاعي. فأعمله إيه بقى؟ هعمل علامة الدولار وهكتب counter. كده أنا إيه؟ هطبع العداد بتاعي. تعالوا نكبر حجمه شوية. نخلي مثلا ستايل تكست ستايل الفونت سايز مثلا نخليه 50. رن. تمام، هو موجود فوق على الشمال. تعالوا نظبط الكولوم بتاعنا قبل الchildren. تعالوا نخليه cross axial line center وmain axial line center. تمام. تعالوا نحط الكولوم جوه حاجة تاني. نحط جواه مثلا سايز بوكس علشان يبدأ يتظبط معايا. نخلي حجم سايز بوكس بالكامل دبل انفينيتي. ممتاز، كده احنا ظبطنا الرقم بتاع الرقم اللي اتغير في النص. تعالوا نكمل بقية الكود. طب احنا كده عملنا الزرار، عايزين نبني ايه تاني؟ عايزين نبني الزرار اللي هيغير القيمة بتاعت الرقم. فنكتب هنا elevated button. نخلي الفانكشن دي نسيبها دلوقتي. نسيب الفانكشن دلوقتي. تعالى نشوف الكلمة اللي نكتبها جوه الزرار. تكست بلس كاونتر بلس كاونتر. تعالى نزود الزرار نفسه شوية. خليه مثلا elevated button. تعالوا نجيب نفس الستايل اللي فوق بدل ما نكتبه مرة كمان. تمام، تكست ستايل بس نخليه 50 يبقى كبير جدا. تعالوا نصغره شوية نخليه مثلا 30. بلس كاونتر يبقى هي ده الزرار اللي هيزود القيمة، أو تعالى نسميه بالعربي أحسن. زود القيمة. تمام، عايزين نعمل زرار تاني يقلل القيمة. هناخد نفس الزرار ده كوبي ونضيفه مرة كمان، بس ايه بدل نزود القيمة هنخليه نسميه مثلا صفر العداد. تعالى نعمل مسافة صغيرة كده بين الاتنين دول. سايز بوكس
size box مثلا height 20. هنخليها 60 عشان تبقى كبيرة شوية. تمام، في زرار عندي هيزود القيمة وزرار هيصفر العداد. طيب أنا عايز أدوس على هنا ده يزيد وأدوس على هنا ده هيرجع صفر. هنعمل كده إزاي؟ هنعمل فانكشن تزود العداد وفانكشن تصفر العداد. هنعمل كده إزاي؟ هنيجي في الكلاس الستاتفول بتاعي، هنعمل فانكشن هنسميها void، هي مش هترجع حاجة، هنسميها increment counter. طيب هتعمل ايه بقى؟ خلي دي صح. هتعمل ايه function increment counter؟ تزود قيمة الزرار. طيب هنعمل جواها set state set state هتعمل ايه الset state دي؟ انا عايز اقول لها ان انت هتزودي الكاونتر بتاعي مرة كل ما ادوس عليكي. يبقى هاجي اضيف الكاونتر الكاونتر اللي انا ضايفه بابليك هنا فوق اهو، الكاونتر ده اجي هنا اضيفه هنا كاونتر بلس بلس. كده انا عايزك تزودي الزرار ده بمقدار واحد فقط لما ادوس عليكي. طب عايز اعمل الكاونتر ده اصفره، يبقى هاجي هنا اهو اعمل فانكشن تانية void reset counter واكتب السيت ستيت set state الكاونتر ده خليه بيساوي 0. يبقى انا عملت ايه بقى كده؟ خليت زرار يزود قيمة وزرار يصفر العداد. طب تعالوا نجرب بقى الفانكشن دي هتشتغل ولا لا. احنا عملنا فانكشن عايزين نشغلها، هنشغلها فين؟ في الاون بريس دي بيقول لي شغل الفانكشن اللي انت عايزها، اكتب الفانكشن اللي انت عايزها. طب انا عملت فانكشن عايز اشغلها. طيب انا هاجي هنا واضيف مثلا الفانكشن اللي انا عملتها الانكريمنت كاونتر، شغل الفانكشن ايه الزياده في الزرار ده. طب الزرار اللي بيصفر العداد شغال الفانكشن ايه اللي بيصفر العداد، هي ايه ريست، اسمها ايه؟ هنسميها ايه فوق هنا؟ ريست كاونتر. يبقى هيكتب ايه ريست كاونتر، شغلها لي هنا وندوس سيف ونجرب بقى التطبيق بتاعنا. هندوس المفروض يزود واحد، ندوس صفر. طب تعالى نعمل ريست، نعمل ريستارت الابلكيشن نشوف المشكلة في الريستارت ولا لا. طيب تعالوا هنا بقى ايه، احنا هنا كاتبين ايه؟ زرار والقيمة دي. تعالوا نزود كده برضو ما زادش. طب ايه المشكلة هنا بقى؟ تعالوا نحل المشكلة مع بعض، بص عليها واحدة واحدة. انا عايز اوضح ان كل المشاكل اللي بتظهر معايا دلوقتي كلها مع بعض. انا ما بعملش اي حاجة ما بوقفش الفيديو مثلا احل حاجة وارجع لكم، لا هي نفس المشاكل هي بنحلها مع بعض. طيب الحل بقى ايه؟ شايفين هنا انا عامل ايه؟ عامل الكاونتر معرفه فين والفانكشن في الستيت هوم. المفروض اعرفه جوه الكلاس نفسه، انا كده معرفها فوق الكلاس بتاع الستيت فول ويدجت اللي هو هنا مكتوب عند بدايه الكلاس بتاعي. طب تعالوا ناخد دول كوبي كده ونحطهم هنا ونجرب. هنا الكاونتر، تعالى نكتب الست ستيت مره كمان. ست ستيت دي الكاونتر دي اللي بتزود الكاونتر مره واحده، ودي اللي بتصفر العداد. طب تعالى ندوس سيف كده ونجرب. set state set state احنا واخدينهم كوبي عايزين نحذفهم خالص بقى.
نحذف دول خالص كده، ندوس على سيف، نزود كده. ممتاز، كده احنا بدأنا نزود الابلكيشن بتاعنا. تعالوا نصفره. تمام، كده الابلكيشن بتاعنا هيشتغل بدون أي مشاكل. وده الفرق بين مبرمج بينسخ الكود ومبرمج عارف هو بيعمل ايه، افهمها صح.